ارجع الاقي ابني متوفي، تقول لي والله وقف قلبه بعد ما ابني، الله يرحم امواتكم ولا يرجيكم المصاب اللي انا مصاب فيه، فاجعة ابني وحيدي. ما بعرف شو بدي اقول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. يا أخواني، أنا محمد الحسن، المواطن السوري اللي من اليوم ناشدتكم وحكيت لكم قصة ابني اللي اندهس، والقصة كلها ما بدي أعيدها، وانتم صرتوا أغلب الناس اللي شافتها عرفتها. أنا اليوم من بعد ما عملت اللقاء مع أخواننا الإعلاميين الأحرار اللي حابين يوصلوا كلمة الإنسان المظلوم ويوصلوا مين الظالم وساعدونا بهذا الشيء، فمن بعد الساعة 4 يوم راحوا الشباب من عنا، فأغلب الموظفين اللي بالمشفى يعني انتبهوا أنه أنا عملت لقاء صحفي، وجوا الشباب الصحفيين وشافوا. صارت انقلبت المعاملة لإلي ولابني بشكل عام ولأنا كعائلة 90 درجة. صارنا نتعامل بطريقة اللئامة وبطريقة اللامبالاة. فوقت اللي أنا قلت له ليش ما بتعمل لي أو تبرد، تحاول تنزل حرارة بالطريقة التقليدية اللي هي ثلج أو كمادات مثل ما كانوا يعملوا زملائك، قال لي هلا بعد شوي أنا بسوي لك إياهم، ويتركني وطنشني. فتت باتجاه ابني فوق راسه، لقيت انه انا ابني عم ينزف او عم يخرج مي من انفه ومن ثمه. صرخت له قلت له لو سمحت يا استاذ ليش هيك الولد عم يطلع مي من انفه؟ قال لي هذا شيء طبيعي. كيف الشيء الطبيعي هذا؟ انت ليش هيك عم تطلع؟ يعني المي هاي معناتها عم تفوت من الابن عايش على الهواء على الاكسجين، والاكسجين المفروض انه ما في مي، ممكن يكون رذاذ مي وفي الها قطعه بالاضافه لانبوب صغير اللي بيسحب المي الزائد اللي عم يتجمع، اللي بيكون حوالي فرضا 3 ميلي 5 10 ميلي 20 ميلي اللي كان حسب ما يتجمع بتسحبه. بنتبه بلاقي انه هذا الانبوب الصغير مشيول غير موجود. فبقول له ليش هذا الانبوب مو موجود؟ قال لي ما بيأثر عادي. طب ليش هاي المي عم تطلع من انف ابني يعني بطريقه يعني العاميه كأني فاتح حنفيه صلاة، عم يكب من انف من الجهتين ومن ثمه. فرجعت اكدت عليه، تبعت عليه، لقيته انه هو فاصل الجهاز. قلت له ليش فاصل هذا الجهاز؟ قال لي انا فاصله ايمت ما بدي انا بركبه، ما بدي أسوي بس يتجمعوا. قلت له ما بصير له هذا الشيء، المي هاي ممكن تفوت على الرئتين، والرئتين ممكن لا سمح الله يصير فيها رذاذ وفيها مي ويصير في عنده مضاعفات، ومن دون شيء الولد يعني بحالة شبه موت سريري، الدماغ في نزيف وما عم يعطي إشارات للأعضاء الجسم أنه تتحرك أو تقوم بوظائفها. فوصل الأنبوب بالجهاز فسحبت مي ما يعادل كاسة مي اللي نحن نشربها، وصار يقول لي شايف شلون سحبت؟ قلت له هذا منك أنت مهمل، ما بصير. له أنا صار لي 3 أيام أنا ابني هون جنبه بالإنعاش، حتى هاي اللحظة أنا من يوم الأحد لليوم ما نمت ربع ساعة، ما نمت، عيني ما غمضت، وأنا جنب ابني وعم أشوف أنا جهاز التنفس ما عم يصير فيه مي، وابني ما عم يخرج مي ولا شيء. ممكن يصير تعرق بسيط نتيجة الأنبوب اللي محطوط بثمه أو اللعاب، فهذا بين اللعاب شيء بسيط. أما أنك أنت كأنك فاتح مي شبه النزيف فهذا شيء. فأنا هون قلت له أنت ما عم تعمل بضمير وجدان. يعني حرك إيده وحرك يعني الإضبارة بطريقة غير لائقة، وراح جاب أنابيب ورجع حاول يدخل الأنبوب بطريقة العلمية، أنه يدخل الأنبوب الصغير بالأنبوب الكبير ويسحب منه المي. خف هون المي من الولد وتركته. بعد شوي رجع صار يعني يحرك ابني بطريقة سيئة، وبنفس الوقت كانت الشفة التحتانية لابني مزرقة زراق مو بالعقل. سألته ليش مزرقة؟ قال لي طبيعي. قلت له ليش رجليه صفر؟
وليش هيك شادين؟ قال لي طبيعي. قلنا له طيب أمرك. فتركته ورحت على هذا الموضوع. كان قبل الإفطار تقريبا بشي ربع ساعة، وأنا هون رحت على البيت بتحط لحالي بحيث إني أغير ملابسي وأرجع بعد الفطور. وأنا كنت تارك ابن أختي يعني كمان يعني يكون موجود. فبقولوا لابن أختي اطلع أنت لبرا، نحن بدنا نفطر. وهو راح بده يفطر بشكل عام. ما في بعد الإفطار بربع ساعة وأنا ببيتي عم أفطر بيتصل فيني ابن أختي بقول لي تعال فجأة مباشرة. شوفي؟ قال لي تعال لحالك، الوضع الولا سيء. أنا طبعا شباب أو حكيت إنه أنا ساكن بالجاردنز وما في بيني بعد بيتي عن المشفى يعني 10 دقائق. بوصل مباشرة بلاقي ابني أنا متوفي. بسأل ليش متوفي؟ ليش توفى الولد؟ هو نفس الممرض. ليش توفى الولد؟ ولا بقول لي وقف قلبه. قلت له كيف وقف قلبه؟ إذا ابني قلبه شغال على التنفس، ابني شغال على قلبه، ولا ابني شغال على التنفس الاصطناعي، معناته أنت قطعت عنه التنفس لحتى وقف القلب. كيف يعني؟ قال لا ارتفع ضغطه. قلت له ارتفاع الضغط بيؤدي لوفاة؟ ضرب، اجا تركني ودار ظهره مشي. اجيت انا هون مباشرة صيحت عليه قلت له انت انا بحملك المسؤولية، انت اللي اوقفت الجهاز تنفس عن ابني، وانت اللي تسببت من العصر وصرت اعاتبه بالشيء اللي صار، انك انت خليت المي الزايدة تطلع من 1000 ابني وتفوت على رئتين ابني، وهذا الشيء ممكن يكون سبب مضاعفات. ومباشرة طلبت انا بالشباب، وتعرف يعني انا اصبت يعني بشيء من الانهيار العصبي، وصرت اصرخ انه انا بدي طبيب شرعي، وبدي قانون، وبدي جلالة سيدنا، بدي الحكومة، بدي اهل الرأي، بدي اهل العلم، بدي اهل العفة اللي يوقفوا معاي وشوفوا شو هالشيء اللي صار، وليش انه انا ابني صار له 3 ايام يعني على المنفسة وما صار معه هذا المي وهذا الشيء الا اليوم، وهالازراق الا اليوم. بدنا نقول مضاعفات؟ طيب انت مضاعفات، طيب ماشي، نتيجة الخمول، نتيجة النزيف. طيب انت المفروض انت طالما عم تعطيه رذاذ او اكسجين عن طريق الانبوب، وصح عم يعطيه مي بس بده يكون خفيف، انت بدك تدارك المي ما تنزل على الرئتين. فكيف انه بتوصل لدرجة انه انا يوم امسك قطعة القماش كلها تتبلل. وانا وقت اللي اجوا عناصر الامن العام بهذيك اللحظات فتحت سلة المهملات، الله يعزكم ويكرمكم، وارجيتهم قلت لهم شوفوا هذا اللي انا كنت انظف ابني فيه. ارجيتهم يعني كم يعني ما بعرف كيف انه هذا انا كأب كنت انظف ابني وانظف اشيل المي اللي تنزل من انف ابني وانا واصل على ركبته. وبالاضافه انه ابني كونه عامل يعني قطب وبجبينه وبخده، يعني اكثر من 12 خطبه بالخد وجبينه، فالمي هاي كانت تنزل مباشره على الشاش الموجود وعلى الجرح. اقول له يا استاذ لو سمحت يا اخوي، هاي المي اللي عم تنزل شبه مجرثمه، يعني عم تنزل على الجرح، ما في داعي يعني نظف لي اياها. هلا بنظف لك اياها. رجع نتع اللاصقه، انا كنت حاطها عند انف ابني من فوق اللاصقه بحيث اني انا انظفه من هون. رجع شال اللاصقه ورجع سكر فيها انف اذن ابني لللاصقه، سكر انف اذن ابني ولزق له. قلت له انت هلا هيك يعني عم تحاول انه المي اللي تخرج ترجع على البلعوم. رجعت انا فتحت لها طريق بحيث انه ينزل المي. وانا بالنسبه لي برجع مثل ما قلت بناشد جلالة سيدنا ابو حسين، احنا ضيوف عندك وانت معذبنا، واكيد المعذب ما بيحب الضيف ينهان ولا بيحب الضيف انه يتاكل حقه، واحنا اولاد عشاير، وسيدنا ما بيريد الظلم وبحب الحق وبنصر المظلوم. وبالاضافه لهالشيء هذا كلياته كمان بناشد جلال سيدنا او وزاره الصحه انه تتابع ليش مشفى بهذا الحجم كالمشفى التخصصي البشميساني موظفينه مسيئين للادب لهذه الدرجه.